فالمناطق الجنوبية دي بما إن نهر النيل بيوصل لها، فأدت إلى تجارة مع الجنوب هم كمان. يبقى لما المصريين تاجروا مع بعض أدى إلى تماسكهم، ولما تاجروا مع الأماكن التانية أدى إلى نشر حضارتهم بره، لأن حصل زي ما أنت متعود تأثير وتأثر وأخذ وعطاء، فحصل تبادل تجاري ما بين الدول كلها اللي منهم مصر. عظيم جدا. دي كانت فقرة مهمة قوي وفقرة سهلة جدا الحمد لله. رقم 2، بص بقى كده على الموقع الجغرافي. وعايزك تيجي تشوف الخريطة دي معايا قبل ما نشرح أي حاجة. شايف موقع مصر فين؟ مصر متوسط ما بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. يعني نقدر نقول هنا إن موقع مصر المتوسط ده يا جماعة خلى مصر عاملة زي قلب العالم القديم. خلى مصر تقدر تتواصل مع الدول والشعوب، الأقطار معناها الدول. أنت مش ملاحظ إن هي ملتقى للقارات الثلاثة القديمة، آسيا وأفريقيا وأوروبا؟ أنت مش ملاحظ إن بيقرب عندها أطول بحرين اللي هو البحر المتوسط والبحر الأحمر؟ يعني إيه؟ يعني الموقع ده موقع متميز جدا، خلى الدولة تتواصل مع الحضارات التانية، فتأثر وتتأثر بالحضارات التانية اللي موجودة. يبقى ده معناه إن الموقع الجغرافي ساعد على نشر الحضارة المصرية، وساعد على التبادل التجاري اللي موجود عند مصر. يبقى برضو أدي تاني عامل من العوامل الطبيعية. الأمور سهلة جدا. تعالى كمان قبل ما ندخل على العامل اللي بعده هنحكي حاجة عظيمة جدا. يعني في كتاب شخصية مصر للعبقري جمال حمدان بيوصف عبقرية شخصية مصر، يعني بيوصف جمال الموقع الجغرافي بتاع مصر، بيقول حاجات عظيمة جدا. بس جمال حمدان هو جغرافي بس كان الأسلوب بتاعه أسلوب بلاغي في الكتابة. فلما نيجي نتفرج على الكلام بتاعه هتحس إن هو كلام بسيط، لكن بيوجه منه رسائل كتيرة. فيقول لك إيه؟ مصر حجر الزاوية في الثلاثية القارية التي يتألف منها العالم القديم. يعني قصده يقول إن مصر وسط ما بين الثلاث قارات القديمة، آسيا وأفريقيا وأوروبا. أدي أول جملة. فمصر الدولة الوحيدة التي تلتقي عندها قارتين، اللي هي قارة أفريقيا وقارة آسيا، وبتقرب منها التالتة اللي هي قارة أوروبا فوق قريبة منها. فهي بوابة مشتركة لأفريقيا وآسيا.